عندك تلوح الهضوره ديال الحولي ديالك اليوم الا ذبحتي. واش عارف باللي هي كنز ودواء فابور البروده والمفاصل ديالكم ووليداتكم؟ سجلوا عندكم هذا الفيديو واجيو نوريكم كيفاش تستافدوا من هذا الكنز. انا مصطفى الاشاب وهذا محتوى الباديه، وهذه الحلقه الاخيره من سلسله حوليه العيش. جدودنا زمان كانت الهضوره هي الفراش والغطاء ديالهم، داكشي علاش كانوا صحاح وما كيمرضوش تبارك الله. وحنا اليوم ولينا كنستعملوا غير الرومي والجلد ديال الميكا، والنتيجه كلشي مريض بالركابي والمفاصل بحال عندك 100 عام. يا سبحان الله، الهضوره اللي نعست عليها كتمتص الرطوبه والبرد كامل من العظم وكتسخن المفاصل الناس اللي كيضرهم الظهر والركابي، وفيها واحد الماده سميتها لانولين اللي كتقاوم الغبره وحشرات الفراش بحال البق والكراج. واش في اخباركم باللي كيستعملوها الطيارين في الكراسه ديالهم في الطائرات؟ كيجلسوا عليها باش ما يعرقوش وباش يحميو ظهرهم ومفاصلهم من البروده في السماء، وباش ما تعيفش منها وتعكز وترميها. انا غادي نوريك طريقه سهله ديال جدودنا. ملي تسلق الحولي هز الهضوره وغسلها وكب عليها الملح الحيه والشبه وسرحها في الشمس حتى تيبس. من بعد غسلها بالتيد تكون ريحته زوينه ومشطها مزيان وخليها حتى تنشف. وهل كنز واجد في دارك، وانا متاكد الا نعستي عليها عمرك غتفارق عليها مازال. وانتم واش مازال محافظين على هذه العاده وكتصاوبوا الهضوره ولا كترميوها؟